يا أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم في موضوع بجد ممكن يريح قلبك ويغير حياتك كلها. النهاردة هنتكلم في موضوع بجد ممكن يريح قلبك ويغير حياتك كلها. الموضوع ده هو قوة التوكل على ربنا والتخطيط. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. تخيل كده معايا، واحد بيشتغل على مشروع معين وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ينجح، بس في نفس الوقت قلبه مرتاح ومطمن لأنه واثق إن النتيجة الأخيرة دي مش في إيده، هي بتاعت ربنا. ده بقى هو التوكل الصح. للأسف ناس كتير فاهمة التوكل غلط، بيفتكروا إن التوكل معناه إنك تقعد في البيت وما تعملش أي حاجة وتقول أنا متوكل على ربنا، وده طبعاً كلام مش مظبوط. التوكل الحقيقي هو إنك تشتغل وتتعب وتخطط بكل طاقتك، وفي نفس الوقت قلبك يكون واثق في ربنا تمام الثقة. زي ما بيقولوا كده، اعقلها وتوكل، يعني اربط الجمل بتاعك الأول وبعدين سيبه لربنا. في الفيديو ده هنعرف مع بعض إيه الفرق بين التوكل الصح والتوكل الغلط، وهنعرف إزاي ندمج بين إننا نشتغل بجد وبين إننا نثق في ربنا. وهقولك على 5 خطوات بسيطة تعملها في حياتك عشان تعيش وانت مرتاح، تعمل كل اللي عليك وتسيب النتائج على ربنا. يلا بينا نبدأ رحلتنا. ايه هو التوكل الصح؟ الفرق بين التوكل والكسل مجرد أمنيات وأحلام في الفاضي، زي الطالب اللي عايز ينجح من غير ما يذاكر، لأنك عارف إن النتيجة دي مش في إيدك، هي بتاعته هو. زي الفلاح اللي بيزرع الأرض وبيرويها وبيعتني بيها، بس في الآخر بيثق إن ربنا هو اللي هينبت الزرع. كل كلام ربنا وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بتشجعنا على الشغل والسعي، وفي نفس الوقت بتأمرنا بالتوكل. ده معناه إن الاتنين بيكملوا بعض مش عكس بعض. الشغل ده الجسد والتوكل هو الروح. ليه التوكل على ربنا والتخطيط مهمين في حياتنا؟ راحة البال، لما تكون عارف إن النتيجة الأخيرة مش مسؤوليتك، ده بيشيل من على كتافك حمل كبير ومش بيخليك قلقان أو متوتر من بكرة. نجاح أكتر، التوكل بيخليك تشتغل بجد أكتر، لأنك عارف إن كل خطوة بتعملها بتوفيق من ربنا، وكل تعب بتتعبه ليه أجر عنده. الرضا في كل الأحوال، التوكل بيخليك تتقبل أي نتيجة. لو نجحت بتحمد ربنا على كرمه، ولو فشلت بتعرف إن ده الخير اللي ربنا كاتبهولك، وبتتعلم من تجربتك وتكمل. قوة في مواجهة الصعاب، لما تكون متوكل على ربنا بتعرف إن أي مشكلة بتقابلك هي اختبار بسيط، وإن ربنا معاك وسندك، وده بيخليك أقوى في مواجهة أي تحدي. قرب من ربنا، التوكل بيقربك من ربنا أكتر، وبيخليك تحس بقربه منك في كل تفصيلة في حياتك. 5 خطوات عملية عشان تعمل توكل صح. إزاي نشتغل بجد وفي نفس الوقت نتوكل على ربنا؟ خطط لهدفك كويس، اعمل اللي عليك، ابذل كل جهدك، اطلب العون من ربنا في كل خطوة، ادعي واستشير، سلم أمرك لربنا، سيب الباقي عليه، تقبل أي نتيجة برضا. الخلاصة، التوكل قوة، استخدمها صح. التوكل الحقيقي هو إنك تكون جندي شجاع في معركة الحياة، بتخطط وتشتغل وتجاهد، بس في نفس الوقت رافع راية السلام والطمأنينة في قلبك، لأنك عارف إن القائد الأعلى هو ربنا. ابدأ من النهاردة إنك تعمل اللي عليك بجدية، وفي نفس الوقت خلي قلبك متوكل على ربنا. هتشوف الفرق في حياتك وهتحس براحة نفسية حقيقية. يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكوا. لو عندكوا أي تجارب أو نصايح عن التوكل شاركونا في التعليقات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم فيديوهات تانية مفيدة. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي.